بصوا كده، هو مبدئيا في فرح تحت البيت، فمش عارفه الصوت هيبقى عامل ازاي. بس انا عايزه جيت ريدي ويز ميمي معاكم يعني، عشان نازله اجيب طلبات وعايزه اتكلم معاكم في حاجه. آه، عايزه اتكلم معاكم في نقطه كده. هي ما تخصش علم النفس قوي، يعني لو هنبص لها صح فنلاقيها ان هي فعلا لا تخص علم النفس. طب نقطه ايه يا بسنت؟ ربنا ووجوده في حياتنا. يعني ايه؟ يعني احيانا ربنا، هو مش احيانا، هو في الغالب يعني في اغلب حياتنا نبص نلاقي ربنا بيعدي عليه اوقات كده نحس ان هو بيعصرنا، اللي هو من مشكله لمشكله، من عقبه لعقبه، من مرض لازمه مش عارفه ماديه لمشكله كبيره، لفقدان حد عزيز علينا، وهكذا. فاحنا احيانا كده بنبقى واقفين كده مش فاهمين، اللي هو طب انت يا رب يعني انت عايز ايه؟ يعني انت فعلا بتحبنا، ولا انت يا عم انت بتقول كده كلام اشعار، ولا انت ايه حكايتك بالظبط؟ الحقيقه عشان انا مجربه قوي في الموضوع ده، فانا جايه اقول لكم ان في الوقت ده احنا بنبقى محتاجين كام حاجه صغيره قوي، او هما ان نصبر ونقرب قوي منه. التجربه كده كده خلينا متفقين ان هي كده كده هتعدي، يعني الازمه كده كده هتعدي، مفيش حاجه ما بتعديش يعني. إيه، طولت قصرت، آه، هتعدي. الحزن بيعدي والفرح بيعدي والمرض بيعدي والفراق بنعرف نتخطاه. هو مش بننساه، ولكن بنعرف نتعايش كحكمة ربنا علينا ومن رحمته علينا ورأفته بينا. يا جماعة عايزة اقول لكم ان الكريم ده رهيب، رهيب بجد. برغم ان انا مش ملتزمة على المجموعة، مش ملتزمة بالمجموعة كلها، ولكن انا عايزة اقول لكم ان بجد يعني خلي كده البشرة سوفت قوي ولذوذة. المهم، يا حبايب قلبي الحلوين، هو ربنا بيبقى عارف هو بيعمل ايه. في بعض الاحيان ربنا بيبقى سامح بالتجربة عشان عارف مثلا ان فلان ده محتاج عنده حتة الايمان تتظبط، محتاج مثلا عنده آه، قربه مني يتظبط، محتاج مثلا انه يتعلم الصبر. وهقول لكم على حاجة كمان، في لسه حاجة سمعاها قريب، بيقولك ايه، خلي بالك انت بتدعي ايه من ربنا. يعني انت بتقول يا رب اديني صبر، فخلي بالك ان هو هيديك تجارب تخليك تتعلم الصبر. آه، بتقول له اديني حكمة، فهو هيديك تجارب تخليك تتعلم الحكمة. بتقول له اديني خليني قوي، فهو هيديك تجارب تخليك قوي. خليني شجاع، خليني شاطر، خليني، فهو هيديك تجارب تحولك من الشخص العادي ده لشخص شاطر، لشخص شجاع، لشخص قوي، وهكذا. ثانية واحدة اجيب حاجة. طب يعني معناه ايه يا بسنت الكلام ده؟ يعني احنا المفروض ما نطلبش من ربنا يعني ان هو يدينا الصفات الحلوة دي؟ ما احنا عايزينها، احنا محتاجينها يا بسنت، نعمل ايه؟ لا، نطلب منه عادي. اه، ولكن نطلب معاها ان ربنا يدينا حكمة ان احنا نصبر ونقبل ونتقبل ده. عايزة اتأمل حاجة صغيرة قوي، وهي قصة يوسف. يوسف كان احسن شاب في عيلته وفي بيت ابوه، وبرغم ذلك ربنا سمح ليه بالتجربة الصعبة دي. يوسف قعد سنين طويلة قوي محروم من ابوه ومحروم من عيلته، ومع ذلك كان صابر، كان متألم، كان زعلان، كان بينهار، كان بيعيط اوقات كتيرة، ولكن كان صابر. كان صابر لانه كان واثق في تدبير ربنا، كان واثق في ان هو اله حنون، كان واثق ان هو اله قوي، كان واثق ان هو مش هيسيبه، كان واثق ان هو مش هيكسر قلبه ومش هيكسر بخاطره، كان واثق ان هو
انا عارف ربنا عايز ايه مني، فهو اكيد يعني انا مش عارف بالظبط هو عايز ايه، لكن انا عارف ان هو عايزني في احسن صورة، فاكيد هو بيعمل كل ده لاجل الشيء ده. احيانا بيبقى في مشاكل عماله تدينا بوادر ان هي تتحل، بص لا بتتعقد، بنفقد الامل على فكرة، طبيعي لان احنا بشر. ولكن المهم ان احنا نرجع تاني بسرعة، نقول له لو سمحت خليك معانا، خليك جنبنا، ادينا قوة، ادينا صبر، خلينا نتقبل ارادتك ونتقبل مشيئتك. في الوقت ده بجد احنا مش هنحس ان نفسيتنا تعبت، مش هنحس ان الامراض النفسية قربت مننا. انا عايزة اقول لكم على حاجة، من اول العلاجات اللي بجد مهمة واحنا بننساها، العلاج الروحي. العلاج الروحي اللي هو علاجي انا او دوايا انا باتصالي بربنا. الحياة الروحية مهمة جدا بالنسبة للشخص. لما يكون شخص مؤمن عنده صلة قوية بربنا، فبالتالي بيوصل لمرحلة السلام، فمش بيكون مضطرب، مش بيكون خايف، مش بيكون قلقان، مش بيكون عنده مشاكل نفسية. انا ما شفتش قبل كده قديس او مثلا حد قريب من ربنا قوي عنده مشاكل نفسية. ما ظنش بينهار وبيضعف طبيعي، بس ما تصابش بالمشاكل النفسية المهينة اللي احنا بنشوفها. طبعا مش عارفة اتكلم وانا بحط ليب جلوس، بس يعني استنى. يا جماعة انا عايزة اقول لكم ان الليب جلوس ده من شيجلام، حاجة كده تتباس بجد، انا بعشقه. انا مش فاكرة كان من شيجلام ولا شيئن، مش فاكرة بصراحة، بس هو انا ما جبتوش من المكان نفسه، انا جبته من حد كان بيبيع يعني. ف بس كده، بصوا كده، ده الميك اب. على فكره انا اشطر حد يحط ميك اب، وفي حبه حاجات كده حلوه قوي هتبدا تظهر الفتره الجايه هقول لكم عليها، بس هاخدكم واحده واحده معايا في كل التفاصيل. ده ميك اب عشان انا هنزل اجيب حبه حاجات بسيطه للبيت. ايه القمر ده؟ يلا باي.